السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استكمالا لفيديوهات أسعار العملات القديمة المصرية. النهاردة هنتكلم عن ال5 جنيه، ومش أي 5 جنيه، 5 جنيه إصدار الستينات عهد الرئيس جمال عبد الناصر بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده أهو. ده الوش وده الظهر بتاعها. مواصفاتها إيه بقى؟ 7 نوفمبر عام 1964 من البنك المركزي المصري. توقيع محافظ البنك احمد زندو، كان محافظ البنك في الوقت ده. بتعمل تقريبا من 500 ل 700 جنيه، بس تبقى حاله زي في الحاله اللي انتم شايفينها دي، حاله الزيرو، يعني مش مقطعه مش بايظه، اهي زي ما حضراتكم شايفين. لازم يبقى توقيع احمد زندو اللي هو محافظ البنك المركزي. العمولات المتهالكه في الوقت اللي احنا فيه ما بتجيبش فلوس، عشان في ناس بتبعت عمولات متهالكه، يعني بتبقى مقطوعه او سوء تخزين تلفه، فما بتجيبش اي فلوس خالص. العمولات اللي بتجيب فلوس خصوصا العمولات الورقيه بتبقى بالحاله اللي حضراتكم شايفينها دي. لكن العمولات الفضه والنحاس سهل ان هي تتداول، لو عليها اي صدى، لو عليها اي شيء بيتم ازاله الصدى والشوائب اللي عليها وبترجع لحالتها تاني، اما بالخل اما بالتنر، يعني لها كذا طريقه عموما. وزي ما انا بقول لحضراتكم ال5 جنيه دي من 500 ل 700 جنيه اهي. اعمل متابعه ولايك للفيديو، وتابعني على اليوتيوب محمد حكيم بورسعيد. اشتراك في القناه عشان انزل فيديوهات جامده جدا في الايام اللي جايه، واشوفكم على خير. السلام عليكم.